يعني احسن من الاول بكتير باذن الله، وانزل معاكم فيديوهات كتير وما تاخرش تاني عنكم. وطبعا متشكره جدا على تعليقاتكم الجميله على الفيديو اللي فات، والله العظيم بشكركم جدا. عايزه اقول لكم والله العظيم يعني تعليقاتكم هي اللي بتشجعني جدا ان انا اكمل يعني وكده. فدايما كده تدعموني، وتعليقاتكم يا رب ما تحرمش منكم ابدا بجد يعني. بصوا كده، انا اول حاجه معلش قعدت اتكلم معاكم نسيت اقول لكم انا عملت ايه. طبعا انا نضفت الصاله زي ما انتم شفتوا. الصاله عندي كانت مكركبه جدا، ولو خدت بالكم انا غيرت في الصاله، شلت الستاير الجديده ورجعت تاني ركبت الستاير الكحلي. فرشتها يعني، وشلت طبعا الحافظه من الارض وركبت اللهم صل على النبي، وحطيت السجاده البيج. تمام. بس كده يعني انا غيرت بس الفرش، مش اكتر من كده. الستاير والحافظه يعني شلتها، وشلت السجاده اللي كان تحتها اللي هو الاحمر، وحطيت السجاده البيج. تمام. وبعد كده بقى دخلت على المطبخ زي ما انتم شايفين كده. كان عندي حبه مواعين. كنت يعني كنا جايبين سمك مشوي جاهز من بره. فطبعا عملت طبعا انا الرز في البيت. فدي حلة الرز، ودي الاطباق بتاعة الرز. وطبعا ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده، ولا حول ولا قوة الا بالله. الكوبايات يعني كتير وكده، لان انا كنت طبعا بعد السمك شاي، وبعد الشاي حاجة ساقعة. زي ما انتم شايفين. آه بس فزي ما انتم شايفين كده اهوت. طبعا ما تتريقوش، انا بضحك عشان عارفه ان ممكن حد يعلق لي على الازايز اللي على الحوض. الازايز ديت انا حاطه فيها صابون سائل بتاع المواعين وكده. آم، لان انا كنت الاول بحط في الجيركن. لو تعرفوا يعني انا في روتين يعني كنت في فيديو من روتينات يعني وكده، كنت انا بعبي الصابون في الجيركن. انا بحب بصراحه الصابون اللي هو بيبقى من عند الراجل بتاع الصابون اللي هو السايب، وانا اعبيه في ازايز او في جيركن المتاح عندي يعني. بس بصراحه بيبقى حلو جدا ومش غالي. احسن من ان انا اجيب يعني الجيركن على بعضه وكده. فانا بحب السايب بعبيه في الازايز. تمام. انا الجيركن عندي طبعا كرف كده ريحه مش حلوه، فطبعا ركنته على جنب حتى بعد ما غسلته بميه سخنه ورميت الصابون اللي فيه وكل حاجه. برضو حسيت ان برضو مش اللي هو برضو يعني في حاجه كده غريبه فيه انا مش عارفاها بصراحه. تمام. فانا اضطريت اعبي في الازايز. طب ليه انا مش حاطه الازايز تحت الحوض؟ الاول بصراحه كنت بحطها تحت الحوض، بقيت دلوقتي ارفعها كده على الرخامه. مش عارفه يعني استسهلت يعني بصراحه. يعني مش هضحك عليكم. كنت يعني بقيت استسهل يعني انا اخد الازازه وافتحها واحط في الطبق اللي انا بحط فيه يعني الصابون وكده والسلك او الليف واشتغل. تمام. آم، فانا يعني كنت بستسهل وكده. عايزه اقول لكم والله انا مش بركن مواعين ولا اي حاجه. هي ما شاء الله كل دوت بتاع طاقه واحده يعني بتاعت اللي هي وجبه الغدا. تمام. بس زي ما انتوا شفتوا ده اللي انا بكلمكم فيه بقى، ان انا لما احتجت هو صابون بدل يعني ما كنت اجيب من تحت الحوض وكده. فجبت من الازازه من على الحوض. وعبيت يعني الصابون وبدات ان انا اشتغل تاني. زي ما انتوا شايفين كده. انا بصراحه كنت ناويه يعني في الفيديو دوت ان انا انضف المطبخ كله بامانه معاكم. بس انا عايزه اقول لكم ان الوقت يعني بصراحه ما كانش يعني ان انا ايه، ما كانش في وقت، لاني طبعا ولادي عندهم كان مذاكره. لاني بكره عندهم حصه انجليش وكان لازم يروحوا يسمعوا، وكنت طبعا لازم اقعد معاهم. آه فقلت يعني بصراحة المطبخ من اكتر الحاجات اللي بتاخد مني وقت جدا في الشقة. هو شغل المطبخ يعني بياخد وقت جامد جدا. فانا كده هوت غسلت كل الكوبايات كلها، وبدأت اغسل الاطباق، ومفيش بس غير الحلة اللي باقيالي. فربنا يا رب يبارك في ولادنا يا رب ويخليهم يعملوا لنا مواعين. عايزه اقول لكم والله انا بجد يعني كنت الاول ايه يعني
الحاجة ممكن ايه تبقى صعبة على اي واحدة. موضوع المواعين دي بتبقى ايه كتير قوي كتير، يعني في ناس كتير بتبقى متضايقة من حتة المواعين. يعني انا عايزة اقولكوا اكتر حاجة بتريحني وتريح نفسيتي بجد لما الاقي الرخامة عندي والحوض فاضي ما فيهمش اي حاجة خالص. مش قادرة اقولكوا بجد، بحس ان الشقة حتى كلها لو مكركبة بحس ان الدنيا والله العظيم لا رايقة لما بلاقي مطبخي نضيف وما فيهوش اي حاجة. تمام، انا كده خلصت اهوت زي ما انتوا شايفين كل المواعين. وبدأت كده الازازة اللي كانت على الحوض يعني اشطف بيها يعني حوالين الحوض وكده يعني الرخامة. وخلصت المواعين على كده والحمد لله. هنا بقى كمان بدأت بقى ان انا ايه بعد ما خلصت الحوض والرخامة اغسل البوتاجاز معاكم. انا عايزه اقول لكم والله بوتاجازي دوت يعني ما شاء الله ما شاء الله جميل جدا. بس هو فيه عيب واحد بس بجد، والعيب ده معصبني قوي ومضايقني جدا. ان انا عندي العيون مسكت آم، مسكت في البوتاجاز. يعني فاهميني العيون دي العيون اللي انا تمام العيون بتاعه البوتاجاز مسكت في البوتاجاز جامد جدا. ومش عارفه اخلعها، يعني في عيون بتتخلع وفي عيون ماسكه جامد ما بتتخلعش. بصراحه جبت واحد قبل كده يشوفهولي وقال لي لازم العيون تتقص وتركبي عيون تركب عيون جديده يعني للبوتاجاز. فانا عايزه اقول لكم طبعا انا مش هعوض العيون الاصليه بتاعه البوتاجاز، لان انا لما شفت العيون الجديده كلها لقيتها كده خفيفه ونوعها مش حلو خالص بصراحه زي البوتاجاز، يعني العيون الموجوده في البوتاجاز حاليا. تمام. ف فبصراحه يعني دي اكتر حاجه. الاول انا كنت بشيل العيون وكنت طبعا بنقعها وادعكها جامد جدا. دلوقتي ممكن ادعكها وكل حاجه حتى وهي في مكانها، بس برضو مش بتديني اللمعان او النظافه اللي انا مثلا ببقى محتاجاها او عايزاها في العين، او الحاجه اللي انا ببقى مرضيه عنها واحس ان انا فعلا نضفت البوتاجاز. تمام. وكنت بفرش طبعا الاستيكر على المرايه، وكنت بفرش هنا كمان على البوتاجاز ورق اللي هو الالومنيوم دوت. متنسونيش بقى في تعليقاتكم الحلوة اللي بجد بتشجعني. عايزة اقولكم والله العظيم ان تعليقاتكم بجد هي اللي بتشجعني فعلا ان انا انزل فيديوهات، ان انا يعني اصور وانزل فيديوهات. فما تنسونيش بقى في تعليقاتكم واللايك طبعا الجميل منكم. وطبعا ولو لسه جديدة في القناة فضلا منك وليس امرا تشتركي طبعا وتفعلي زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد. روتين خفيف يعني كده حبيت ان انا يعني اصور معاكم. انا بعد ما خلصت طبعا كان في فاكهه يعني ابو عصام جايبها وكده وغسلتها. بس ما صورتش بصراحه يعني الجزء دوت. غسلت الفاكهه وشلتها في التلاجة. وكانت التلاجة عندي كمان ولادي وقعوا فيها ازازتين ميه. بدأت ان انا كمان انشف التلاجة والارضيه. طبعا احمد ابني ماسك ازازه اتدلقت منه. يعني في شويه حاجات كده عملتها بعد البوتاجاز، بس والله ما حبيت اطول عليكم الفيديو اكتر من كده. واقول لكم باي باي والسلام عليكم.